احنا بلاد 3000 سنه حضاره. عمرك فكرت ولا تسألت شنو كان فما في تونس قبل 3000 سنه؟ شكون اللي كان عايش فيها مثلا؟ وكيفاش كانت البيئه متاعها؟ باش نحكي لكم برشا حاجات على تونس قبل 3000 سنه، ومتاكد انك اول مره باش تسمع بيهم. يلا تبعوني. قبل كل شيء خلينا نفرقوا حكايه 3000 سنه حضاره منين جات باش نفهموا بعضنا. التاريخ بالنسبه للمؤرخين بدا من وقت اللي البشر بدا يكتب ويرسم، واللي قبل الكتابه كله عصر ما قبل التاريخ، وهذاك علاش يختلف التاريخ بشكل كبير من منطقه الى اخرى. وعصور ما قبل التاريخ نجموا نتعرفوا عليهم بزوز طرق، بعلم الاثار اركيولوجي، وعلم الانسان انثروبولوجي. عادنا تو باش نرجع بيكم ل 100,000 سنه قبل الميلاد، وين كان يعيش اول انسان في تونس. في 2016 باحثين توانسه وبريطانيين اعلنوا على اكتشاف هياكل عظميه في مدينه نفطه من ولايه تونس. الحفريات في المنطقه اكدت انه الانسان العاقل عاش في تونس قبل 100,000 سنه، وهو تاريخ يعود للحضاره العتيريه الاقدم من بين الحضارات والاكثر تقدما تقنيا. نحلوا قوس اخر صغير. فترة ما قبل التاريخ البشري تنقسم لثلاثة فترات زمنية تسميت على نوعية صنع الأدوات السائدة وقتها، وهما العصر الحجري، العصر البرونزي، والعصر الحديدي. والحضارة العتيرية اللي يعود لها هالإنسان كانت بالضبط تنتمي إلى العصر الحجري الوسيط. نسكروا هالقوس. يقول الباحثين أنه هذا دليل على أنه الإنسان مر من هذا المكان في طريق الهجرة إلى أوروبا. يقول القائل يا أخي حتى قبل كانوا يحبوا يهاجروا لأوروبا. ما عليناش. الوقت قريب العلماء كانوا يعتقدوا انه الانسان العاقل جاء عبر الطريق الساحلي، ولكن تبين انه طريقه كان عبر المناطق الداخليه، وين كان يتبع وجود المياه والبحيرات ذات المياه العذبه، واللي لقاو فيها زاده بقايا لاسماك كانت تعيش فيها. شنو معناها؟ معناها شط الجريد وشط الغرسي كانت انهار ولا برك مياه عذبه في هاك الوقت. نزيدك زياده، لقاو في المنطقه بقايا لادوات صوانيه واحافير لحيوانات كيف الاسد، وحيد القرن، الحصان الوحشي والغزلان. معناها تونس بيئتها كانت أقرب لبيئة السافانا. قادرين تتخيلوا؟ أي المنطقة الصحراوية اللي تفتقر لغطاء نباتي باستثناء واحات النخيل كانت منطقة خضراء ذات مياه عذبة. وهذا اكتشاف مهم جدا على المستوى العالمي، خاطر يرصد لنا التحولات البيئية اللي صارت منذ 100,000 سنة. هذا الاكتشاف مهم برشا من الناحية العلمية، خاطر لأول مرة يعرف العالم أنه الإنسان عاش في هذه المنطقة لفترة ما قبل التاريخ، ودليل على وجود الإنسان من وقتها في الرقعة الجغرافية هذه. وزيد خلالنا بقايا أحفورية تبين لنا ذلك. ومثل هذه الاكتشافات أحيانا تعيد صياغة فهمنا للحياة البشرية. في الأخير اللي نقولوه إن شاء الله الاكتشاف العلمي هذا يتثمن لصالح الجهة ويتم توظيفه علميا ويتم إدماجه ضمن الخرائط السياحية. أما بالنسبة لنا احنا في بالتونسي فنستناو تثمينكم انتم للمحتوى اللي نقدموا فيه من خلال تعليقكم المشجعة ونشركم لإنتاجاتنا. وما تنساوش تابعونا على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك ويوتيوب. سلام.